بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بكم مشتركاتي الكريمات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم حبوباتي جيتكم فيديو جديد تفصيل وخياطة قندورة نتاع قطيفة جات توب البنات. هذا الموديل جاء يهبل في اللبسة نتاعو، جاي انيق وباهي وموديل جديد خفيف وظريف. مام الخياطه نتاعو البنات ساهله بالبزاف. ان شاء الله تكونوا تتبعوني خطوه بخطوه باه تنجحوا في الخياطه نتاعو. هنايا البنات انا جبت 2 مترات ونص قطيفه، جبتها لي الكليونت نتاعي في اللون الاسود. هنا اول حاجه كالعاده راح ننحيو الحاشيه تاع القطيفه ونزيدو نتاكدوا من الخطوتين نتاع الجهه اللي يتكسل فيها والجهه اللي تمشي فيها القطيفه. رايحين هنا نطبقوا التفصيل والخياطة الداخل في الخارج. رايحة البنات نجيب اللوازم تاع التفصيل ونبداو التفصيل مع بعض. اول حاجة نفتحوا القماش بعد ما نتأكدوا من الخطوات 3. نثنيو القماش على 2 في جهة الطول. رايحين نفصلوا الجزء الامامي والخلفي. هنا البنات كيما مالفين نخدموا راح نهز الطول نتاع الكليونت نزيد عليه 5 سنتيمتر حتى 7 سنتيم. دايما نديروا الزيادة في الطول ونديروا المسافة. أنا هنا حندير مسافة 150 سنتيمتر ونحدو نقطة. من هذا النقطة كالعادة البنات راحين نديروا باترون الأساس كيما فصلناه ورسمناه في الفيديوهات السابقة. راح نعاود نطبقه هنايا في هذا الجزء. أول حاجة نحدو النقطة نتاع الكتف. من هذه النقطة البنات نخرج بخط عمودي الطول نتاعو 20 سنتيمتر. من نهاية هذا الخط البنات نهبط بمسافة 2 سنتيمتر باه نحدو الميلان نتاع الكتف ونعاود نرسم خط مستقيم. من ميلان الكتف البنات نهبط بمسافة 20 سنتيم ونحدو خط تاع دوران الصدر. من بعد نرسم الخط العمودي تاع ميلان الكتف ودوران الصدر بهذه الطريقة. نحدد فيه المنتصف البنات ونزيدو نحدو الربع الاول والربع الثاني. هنا في النقطة نتاع المنتصف ندخل بمسافة 1 سنتيمتر ونعينو نقطة. نزيد نحدد المسافة نتاع دوران الصدر ندير 28 سنتيمتر ونعينو النقطة الاولى. نوصل ما بين النقطة تاع نهاية دوران الصدر مع النقطة الربع الاول ونروحوا حتى المنتصف اللي دخلناه ب1 سنتيم ونطلع حتى نوصلوا نهاية ميلان الكتف. بهذا البنات نكون رسمنا حدة الإبط. من خط الصدر البنات نكملوا نهبطوا بمسافة 20 سنتيمتر باه نحدوا خط دوران الصدر. نديروا الطول تاع خط دوران الصدر 26 سنتيمتر على حسب القياسات اللي عندي. ونوصل ما بين نقطة نهاية خط دوران الخصر مع نقطة نهاية دوران الصدر بخط مستقيم. بهذا البنات احنا نكونوا فصلنا الجزء العلوي. رايحة من نقطة دوران الخصر النهاية نتاعو نكمل نهبط بخط إيفازي يكون العرض نتاعو في الجزء السفلي عندي 45 سنتيم. نتوما تحبوا ديروا أكثر أو أقل. ونكملوا نرسموا الخط المستقيم هنايا البنات. بعد ما نكملوا نجيب المقاس البنات وندور على كامل الباترون. واللي ما تحبش البنات هنايا دير الانعكاسات تاع الالوان تجيب 3 مترات قماش. هنا راني دايره الرقبه في الجزء العلويه وهنايا درت الارجل. نهزوه كيما راه ونحطوه في هذه الجهه. ندير هنايا الارجل والجهه العلويه ندير فيها الرقبه. هنا رايحين يجيوني نفس الالوان الجهه الاماميه والجهه الخلفيه. اما في التفصيل نتاعي البنات راح ندير كيما مالفين نخدموا لخاطر عندي هنا 2 مترات ونص قماش ما يكفينيش باه ندير هذه الطريقه اللي كنت شرحتها لكم. وبعد ما كملت هنايا التفصيل عاود هزيت الباترون الامامي وحطيته في هذا الجزء. رايحين نعاودوا نفس التفصيل نتاع الباترون الامامي نقطعوه في الجهه الخلفيه. نخلو هنايا 1 سنتيم دائما تاع الخياطه ونكمل معاه حتى نخرجوا في هذا الجهه. ان شاء الله باك تكون الصوره باينه لخاطر القماش جاي في الاسود ما تبانش مليح التفاصيل. راح نزيد نعاود ندوروا عليه بالمقص بنفس الطريقه. اما الباقي تاع القماش هذا راح نخدموا به الاكمام والاجزاء الزوج تاع التبطين. نعاود نرجع لبنات الجزء الصدر. رايحين نديروا تفصيل تاع الرقبه. ندخل هنا ب7 سنتيم ونعينوا النقطه الاولى. هنا البنات راح نهبط ب 18 سنتيم ونعينوا النقطه الثانيه. من هذه النقطة البنات رايحين نطلعوا ب7 سنتيم أخرى ونديروا خط مستقيم. في ذا الخط البنات رايحين ندخلوا فيه ب8 سنتيم ونعينوا نقطة.
من هذا النقطة نرسم خط منحني، نديرو تقويسة هنايا الأولى البنات، ندخلو هنا من الحافة نتاع المنتصف ب2 سنتيمتر ونرسمو المثلث نتاع الرقبة. راح يجيني هذا هو الشكل الرقبة اللي اختاريته تاع الموديل نهار اليوم. نهبط هنا من الكتف، من ميال الكتف ب14 سنتيم، ولا تحدوا المنتصف نتاع حدة. ندخلوا لهنايا البنات ب10 سنتيم من المنتصف ونعينوا نقطة تكون تحت خط الصدر 2 سنتيم. بهذا الشكل نرسم الخط المنحني، ونزيد هنا ندخل ب10 سنتيم نرسم الخط المستقيم. هنا الطول تاع الخط المستقيم نديرو 26 سنتيم، نحدو فيه المنتصف تاع البانسا ونخرج ب1.5 في الطرفين ونرسمو المعين. كي نكمل هنا هذا الجزء راح ندخل ب1 سنتيم في الأطراف تاع البانسا ونخرج معهم بخط منحني، ونقص هنايا الحدود تاع البانسا ونزيد نقص الباترو تاع الرقبة، ندور معاه كامل. كي نكملوا البنات حنايا هذا الأجزاء نكونوا خلصنا الأجزاء تاع الصدر. رايحين ننتقلوا للظهر، نجيب الأطراف زوج تاع الظهر نحطهم مطابقين على بعضهم ونبدأ نفصلوا الرقبة. ندخل هنا ب8 سنتيم، لازم نحسبوا حساب 1 سنتيم نتاع الخياطة في المنتصف، ونهبط بمسافة 7 سنتيم. نرسم خط مستقيم نحدد المنتصف نتاعو، نخرج ب1 سنتيم نرسم القوس تاع الرقبة. هنا البنات نهبط بزوج أصابع ولا ب3 سنتيم على حدود خط الصدر، ولا نهبط بمسافة 26 إلى 27 سنتيم من خط الكتف. ندخلو هنايا من المنتصف ب11 سنتيم، دايما نحسبو السنتيم الزايد تاع الخياطة. نعينو النقطة الأولى، من هذه النقطة نهبط ب26 سنتيم ونزيدو نعينو النقطة الثانية، تكون ندخلو فيها ب11 سنتيم ونرسمو الخط المستقيم. كالعادة نحدو المنتصف نتاع البانسا ونخرجو ب1.5 سنتيم في الطرفين ونرسمو المعين نتاع البانسات تاع الظهر بهذه الطريقة. الخدمة اللي خدمتها هنا البنات راح نعاود نقلب الأطراف على بعضها، الظهر على الظهر، ونضغط مليح هنا على البانسا باه تخرج لي الآثار نتاعها في الجهة الثانية. نعاود عليها في الطبشور باه ما نضلش نعاود نفس الخدمة. نقلب نطابق هنايا الأجزاء على بعضهم ونقص الرقبة، وهكذا نكونوا خلصنا التفصيل تاع الجزء تاع الظهر. رايحين نفصلوا مع بعض لي مانش. نجيبوا الجزء تاع القماش اللي كان فضل لي نطويه هنايا على 4 باه نخرجوا زوج مانش مع بعض. نهبط هنايا بمسافة 14 سنتيم البنات ونعينوا المسافة نتاع الكشكشة، والباقي رايحين نديروه المانش. هنا الطول تاع المانش نديروه 65 سنتيم ونعينوا النقطة. من النقطة البنات تاع بداية المانش نهبط بمسافة 17 سنتيم ونعينوا نقطة أخرى نخرجوا فيها بخط عمودي. يكون الطول نتاع الخط العمودي هو العرض تاع الذراع من الأعلى، نديروه هنا 19 سنتيم. من آخر هذه النقطة نرسم خط مستقيم مع نقطة بداية الكم، نعينوا فيه المنتصف والربع الأول والربع الثاني. هنا البنات في هذا الربع راح ندخل للداخل ب1 سنتيم، في الربع الثاني راح نخرج ب3 سنتيم. نرسموا القوس الأول يقيس النقطة الأولى، والقوس الثاني يقيس النقطة اللي خرجنا لها ب3 سنتيم. بهذا نرسموا الخط تاع حردة الإبط. من منتصف تاع الخط المستقيم راح نطلع بخط منحني حتى نوصلوا النهاية نتاع الكشكشة، وهكذا راح يكون الشكل تاع الباترون. هنا اللي ما فهمتش البنات تبعوا معايا مليح، نعاود لكم. هنا خلينا مسافة الكشكشة 14 سنتيم، في الجزء هذا هبطت ب17 سنتيم ورسمت خط مستقيم الطول نتاعو 19 سنتيم. من نهاية هذا الخط رسمت خط مستقيم مع النقطة هذه، رسمنا خط مستقيم، عينا المنتصف والربع الأول والربع الثاني. في الربع الأول هنا البنات دخلنا ب1 سنتيم، والربع الثاني دخلنا ب3 سنتيم. رسمت القوس هذا الأول والقوس الثاني، من بعد كملت رسمت القوس لحتى النهاية نتاع النقطة اللي خليناها للكشكشة. من بعد نهبط هنا الجزء السفلي البنات راح ندير مسافة 12 سنتيم ونرسم خط مستقيم مع النهاية نتاع حردة الإبط
بهذا الشكل البنات نكونوا فصلنا الأكمام الموديل نتاع الكشكشة. كملت أنا قصيت الباترو كامل بالمقص. هذا هو الشكل النهائي اللي تحصلنا عليه. رايحين هنايا نطوي الأكمام ونجيب الباقي تاع القماش حنحيو منه زوج أجزاء للحزام. هنا البنات ما كفانيش بزاف القماش، راح ندير زوج قطع ونلزقهم في بعضهم باه نتحصلوا على حزام. العرض نتاعو نديرو 6 سنتيم والطول نديروه 75 سنتيم. نفصلهم هنايا زوج على بعضهم باه نتحصلوا على زوج قطع كما كنت وضحت لكم. راح نهزو هذه الاجزاء ونزيد نقطع زوج قطع هنا يكونوا العرض نتاعهم اكثر من العرض نتاع الاكتاف، ونبداو الخياطه مع بعض. هنا اول حاجه اللي نبداو بها نجيب اجزاء نتاع الظهر. رايحين نخيطوا هنايا البانسات، نهز الاطراف تاع البانسا ونخيط عليهم بآلة الخياطه، نتبع الخطوط اللي رسمتهم تاع الباترون. نزيد البانسا الثانيه ومن بعد رايحين نخيطهم هنا في بعضهم. نحط الجزء الاول على الجزء الثاني ونثبتهم مليح ونمشي على مسافه 1 سنتيم على طول الظهر. كي نكمل هنا البنات الخياطه نجيب الباترون ندير الوجه على الوجه، وجه تاع جزء التبطين مع الوجه تاع الظهر، ونحكموه بالإبر تاع الخياطه ونقلبوه ونمشوا على مسافه 1 سنتيم على حدود الرقبه. من بعد البنات راح نجيب هنايا جزء الصدر، نخدموا لي بينس نتاع الصدر نطويو هنايا هذا الجزء ونمشي على مسافه نصف سنتيم البنات حتى نخرجوا في النهايه تاع البنسه مع حردة الإبط. نديرو البنسه الاولى ونزيدو البنسه الثانيه، ونفس التبطين اللي خدمناه في الاول راح نزيد نخدموه هنايا. نجيبو قطعه التبطين قطعه القماش نحطوها هنا الوجه على الوجه، نثبتوها مليح بالدبابيس تاع الخياطه ونخيط على مسافه 1 سنتيم ونتبع نفس الباترو تاع الرقبه. اما هنا الاجزاء زوج اللي خليناهم للحزام والله الحزامه البنات راح نديرهم واحده فوق الاخرى، نحاولوا نريقلوهم مليح. انايا ما درتهمش يتكسلوا بجهه الطول، درتهم يتكسلوا بجهه العرض، لخاطر هنا كون تخليوهم يتكسلوا بجهه الطول كي نعودوا احنا نتحزموا عليه تطردق لنا الخياطه. ونخيط هنا بمسافه 1 سنتيم. هنا البنات بعد ما كملت كامل المراحل خدمت هنايا لي بينس ودرت السورجي وخيط على مسافة 1 سنتيم هنا في الرقبة. هنا تحصلت على هاد لي شوت رايحة ندور عليهم كامل بالمقص كامل الرقبة من الجهة اليمنى للجهة اليسرى. نكرونتي وهنا دايما البنات الزوايا باه ما تجيش الخدمة نتاعي مكمشة. كي نخلص هنايا البنات راح نقلب الجزء تاع التبطين نديرو الجهه الداخليه، نخرج مليح الزوايا ونمشي على مسافه 1 سنتيم من الحاشيه تاع الرقبه. نكمل حتى نخرج في الجزء الثاني. لازم هنا نحكم مليح القماش وما نخليهش يتكمش لي. نقلبوا الجزء التبطين ونحيو هذا كامل لي شوت اللي قعدوا لي لداخل. كي نكملوا هذه الاجزاء رايحين ننتقلوا مع بعض للظهر بنفس الطريقه البنات. رايحين نتخلصوا من كامل لي شوت اللي خرجوا لي، ندور على كامل الرقبه. ما نساوش البنات هنا نديروا نكرونتيو الزوايا نتاع الرقبه. كي نكمل هنايا البنات انا كنت خدمت لي بينس وجملتهم هنا ب1 سنتيم. رايحين نقلبوه هنا جزء التبطين ونجيب جزء الصدر ونحطوه الوجه على الوجه، ونديروا الاكتاف نتاع الجزء الامامي مع الاكتاف نتاع الجزء الخلفي. نحاولوا نديروا نفس البدايات باه تجيني الخدمه فينيا، ونقلب عليهم جزء تاع الدبلور ولا تاع التبطين بهذه الطريقه، ونخيط على مسافه 1 سنتيم مع الحدود تاع الكتف. نديروا الكتف الايمن ونزيدوا الكتف الايسر. هنا كي نكملوا البنات رايحين نجبدوا الجزء تاع التبطين ونفتحوا الرقبه. هنا في جزء الظهر البنات راح نجيو من الاعلى ونخيطوا على مسافه 1.5 سنتيم في الجزء العلوي نتاعنا، نخيطوا البطان نثبتوه مليح. من بعد البنات رايحين نقلبوا القندوره نتاعنا ونحو هاد لي شوت اللي خرجوا لي في البطان نتاع الظهر، نحوهم كامل باه ما يقعدش يديرونجينا من بعد. كي نكمل هنا البنات رايحين نهزوا القندوره نتاعنا ونريقلوها مليح في الكتاف باه يخرجوا لي الاكمام كيما راهم باينين. نفتح مليح هنايا الجزء حردة الابط.
هنا البنات هذا هو المنتصف نتاع الكتف. هنا الكتف هنا الخياطه نتاعو مبينت لي المنتصف، راح نزيد ندير المنتصف تاع المانش، نكرونتيهم هنا بعد ما نثنيه على 2 تخرج لي هذا الجزء. نديرو منين كرونتيت على المنتصف نتاع حدة الابط هنا في الكتف تماما، ونثبتها مليح بالدبوس تاع الخياطه. رايحين البنات هنايا تبعوا معايا مليح كيفاه نديروا الخطوات تاع الكشكشه. نجي في هذا الجزء نديرو في الجهه تاع مع حده الابط، والجزء الثاني نخالفو نديرو مع العكس. هنا عندي هنايا من متتبعاتي قالت لي حبيتك تفهميني مليح في الجزء هنا تاع الكشكشه. نتبعوا مليح خطوه بخطوه. راح نديرو زوج بيبلات متعاكسين هنا في الخط نتاع الكتف بنفس الجهة، نكملوا بيها الطرف الأول. هنا الطرف الأول راح ندير نفس الجهة تاع البيبليت، وندير واحدة زوج 3 حتى توصل لي مع النهاية تاع حدة الإبط، النهاية تاع المانش مع النهاية تاع حدة الإبط في القندورة. هنا نكمل ندير الكشكشه ونثبتها مليح بالابره. انا هنا يما فنخدمها كامل تحت آلة الخياطه، نتوما كمبتدئات من الاحسن انكم تثبتوها بالابر نتاع الدبابيس تاع الخياطه، ونخيط معها البنات بهذه الطريقه على مسافه 1 سنتيم حتى نخرج مع نهايه حده الابط. هنا يا حبوباتي بعد ما كملت انايا هذا الجزء راح ننحو دبابيس تاع الخياطه من هذا الجزء. هنا نقلب لكم باه تشوفوا كيفاه خرج لي. شوفوا البنات الكشكشه لازم هنايا البنات تديروها على مسافه اقل من 10 سنتيم، ما تكملوش الكشكشه لخاطر ما يكفيكمش، راح ديروا غير الجزء تاع الكتف بهذه الطريقه. هنا راح نجيو في الطرف المعاكس. هنا كنت الكشكشه نديرها في الجهه تاع حده الابط الاولى، هنا رايحين الكشكشه نهبطوها مع الجهه تاع الظهر بنفس الطريقه اللي خدمت بها الصدر. الكشكشه تاع الصدر نديرها في الظهر بهذه الطريقه البنات. شوفوا هنا مليح انا خيطت الجزء والكشكشه درناها في المساحه بك تاع الكتف هنايا على مسافه تقدروا تقولوا البنات 6 سنتيم على الجهتين، وتكملوا تخيطوها سامبل بلا حتى بيبليت باه يخرج لكم الكم بهذه الطريقه. هنا في اللبسه نتاعو البنات راح تجي تهبل. ان شاء الله نكون وضحت لكم الطريقه وفهمتوا عليها. راح انايا نكمل الخياطه تاع الكم الثاني. هنا راني كملتو البنات، راح نوري لكم الاكمام في زوج كيفاه جاوني. هذا الكم الاول وهذا الكم الثاني. هنا البنات كي نبداو نجملوا القندوره راح ندير هنا الاطراف تاع الاكمام على بعضها، نديرها في البدايه على بعضها قد وندير هنايا في الجزء تاع نهايه حده الابط. البنات لازم يكونوا الحده تاع الابط متساويين فوق بعضها. نخيط على مسافه 1 سنتيم حتى نوصل لحده الابط ونكمل نهبط لنهايه القندوره. هنا حبوباتي انا كنت خلصت جملت القندوره في الطرفين الجهه اليمنى والجهه اليسرى. بهذا نكونوا تقريبا كملنا. نجي هنايا الجزء السفلي تاع المانش خدمت له الكفه نتاعو، وهنا الجزء السفلي مازلت ما خدمتش. راح ندير هنايا فتحه صغيره في الاسفل. هنايا الفتحه تحبوا تطولوها ديروها مسافه نص سنتيم، تحبوا ديروها انا هنا الكليونت قالت لي ديريها لي صغيره، درت الطول نتاعها 25 سنتيمتر. راح نجيب المقص البنات نطلع معها بهذه الطريقه. انا درتها في الجزء الايمن. هنايا نبداو نديروا الكفه من الفتحه اللي درناها، راح ندير نثنيها على مرتين، نكفو بطريقه عاديه ونطلعها حتى الجزء العلوي ونكمل نهبط لي معاها للجزء الاسفل، وندور مع كامل القندوره بالكفه في نفس الخطوه. هنا البنات كي نكمل كامل هذا المراحل رايحين نكمل نخدموا الحزام. هنا الحزام البنات خيطوا في هذا الجزء كما كنت فهمتكم، خيطوا على مسافه 1 سنتيمتر.
راح نجي للبداية نتاعو نثنيها على 2 ونبدأ نخيط على مسافة 1 سنتيم بهذه الطريقة، ونكمل معاه حتى نخرجو في الطرف الثاني. الطرف الثاني البنات هنايا ما خيطتوش، خليت الجزء هذا مفتوح باه نقلبو عليه الحزام. راح نجيب أداة نقلب بها طويلة. أنا هنا عندي المفك تاع آلة الخياطة راح يساعدني باه نقلب به الحزام. نكمل البنات نخرجوا في الجزء الثاني ونجبدو بسهولة. كي نوصل للطرف الأخير رايحين هنايا ندير عطفة للداخل، ندخل الحواف كامل ونخيط على مسافة نصف سنتيم على كامل الفتحة. وبهذا البنات نكونوا خلصنا كامل خطوات التفصيل والخياطة. رايحة البنات نعلق القندورة نتاعي على المانيكانة ونحرجها ونوريلكم النتيجة كيف خرجت لي. وهذه هي البنات النتيجة تاع الخدمة تاع نهار اليوم. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. هنايا القندورة جات طوب طوب طوب، الموديل جا تحفة، جاي باهي ستيل نتاع بنات. وهذا هو الحزام انا راني دايرته رابطاته في الجهه الخلفيه. هنا ان شاء الله يكون يبان لكم. هنا كعادة القندورة في اللون الاسود ماهوش يبان مليح. وهذا الشركه اللي استعملتها في التزيين البنات خدمتها باليد ما شريتهاش واجده. خدمت هذا النوع من العقاش يجي يتباع بالميزان، خدمت منه شركه تجي طويله، من بعد نثبتها اول حاجه في الكتف ونثبتها على مراحل كيما راني دايره. هذه البنات خدمتها وحدها في النهايه. اول حاجه درت الشركه كي خلصتها وخدمتها الطرف الاول البدايه نتاع طرف درتها هنايا في الجزء تاع الظهر، وهنا تكون مخدومه هي. وانتم من بعدك تثبتوها، تخدموها قبل طويله من بعد تثبتوها بهذا الشكل اللي درته. جبتها من الجهه الخلفيه وثبتها هنايا في الجزء العلوي، وتزيدوا تخليوه هنايا مسافه معتبره وتزيدوا تثبتوها في المنتصف. هنا ديروا ابره فيها الخيط وتتخيطوا كل طرف وحده. هنا كي نوصل لهذا الجزء راح نخيطها في المنتصف ونزيد نكمل. هنا المسافه اللي درتها في هذا الاطراف نفس الحبات اللي درناهم في الجهه اليسرى راح نديروها في الجهه اليمنى. اما هنا البنات راح دخلت من بعد الابره هنايا درت الخيط دخلت فيه عقاشات وثبتها في هذا الجزء نتاع الفتحه تاع اللويزه، ونعاودوا نطلعوا ندخلوا من نفس الشركات اللي درتهم. ونعقد هنايا البنات الخيط من الخلف، ونجي هنا الجزء السفلي نثبت مليح هنايا الخمسه وندير فيها عدد 4 حبات ونثبتوها في اللويزه ونعاود نهبط للجزء السفلي ونعقد الخيط مليح. بهكذا انا خدمت هذا المونتيف اللي درناه هنا في الرقبه. ان شاء الله تكون البنات نالت الاعجاب نتاعكم، وان شاء الله تجربوها في الموديل في الواقع جاء احلى بكثير من الصوره. دائما الصوره هنا ما تعطيش الواقع نتاع الموديل. الاكمام هنا شوفوا كيفاه جاو بومبي وجاو باهيين جاو تحفه. وما تنساوش البنات اللي مازالت ما اشتركتش في القناه تشترك وتفعل زر الجرس باه يوصلها كل جديد تاع الفيديوهات. نتمنى انكم تدعموني البنات باللايك وتعليق محفز، واللي عندها اي تساؤلات تكتب لي في التعليقات. الى حين لقائنا القادم حبوباتي اترككم في رعايه الله وحفظه.